معانا مواضيع كتير النهارده ومهمة عايزين نتكلم عليها. قبل ما نتكلم على أي حاجة مننساش تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتدعو لإخواتنا في فلسطين اللهم انصرهم اللهم آمين يا رب. أول موضوع معانا موضوع أليو ديانج. نادي الخلود يسعى في التعاقد مع أليو ديانج ببيع نهائي اللي هو يشتريه من نهاية الموسم الحالي، واللاعب ما ينتقلش للنادي الأهلي في كأس العالم للأندية. فهو النادي الأهلي منتظر العرض كويس لأليو ديانج. لو العرض مناسب لأليو ديانج فالنادي الأهلي هيبيعه، تمام، يستثمر في اللاعب قبل كأس العالم للأندية، وهيجيب صفقات زي صفقة موبوكازي واللاعب موبوكين لاعب الاثنين دول بيلعبوا أورلاندو بايرتس اللي هو طالبهم خوسيه فييرو، تمام. الاهلي بيسعى لكده. لو تقدم له عرض رسمي بقيمه كويسه جدا قبل كاس العالم للانديه الاهلي هيبيع علي ديانج. كده كده علي ديانج مش مكمل معاك، حتى لو ما بعتوش قبل كاس العالم للانديه هتبيعه بعد كاس العالم للانديه عشان النادي الاهلي عايز يستثمر فيه، تمام. الخبر الثاني معانا بالنسبه للقمه من مباراه الاهلي والزمالك، تمام، وتصعيد نادي بيراميدز في الشق لما صعد النادي للفيفا وطلب الشق المستعجل. هو النادي بيراميدز هو اللي طلب، النادي الاهلي ما طلبش شق مستعجل ولا اتحاد الكوره. فالنادي بيراميدز هو مكلف اللي هو يدفع امور القضيه كلها، يعني يدفع فلوس القضيه كلها، والنادي الاهلي ما يدفعش اي جنيه. طب مش انت اللي عايز شق مستعجل فانت اللي هتدفع ايه التكلفه كامله. النادي الاهلي مش هيدفع اي جنيه، والنادي بيراميدز هو مطالب، هو مضطر اصلا ان هو يعمل كده، عشان لو ما عملش كده القضيه هتمشي بامورها الطبيعي. شوفك بقى هتاخد شهر شهرين سنه سنتين زي ما تيجي بقى، وقبل ما تخلص. فهو النادي بيراميدز هو اللي مطالب بكده، تمام. ده بالنسبه للموضوع التاني معانا. بالنسبه لتالت موضوع معانا، النادي الاهلي يسعى اللي هو ان هو يخلص مع المعد البدني لنادي بيراميدز اسلام جلال، تمام، اللي هو كان بيتمرن معاه الكابتن امام عاشور، وفي كام لعيبه بتتمرن معاه. هو مدرب احمال كويس جدا، ففي لعيبه كتير من الدوري المصري بتتمرن معاه حاليا يعني، تمام. فالنادي الاهلي بيسعى ان هو يخلص معاه للجهاز الفني المساعد لريفيرو، تمام. الموضوع الرابع معانا، النادي الاهلي رجع قدم عرض محسن للكابتن رامي ربيعه. زي ما قلت لك النادي العين يسعى للتعاقد مع رامي ربيعه، تمام. نادي العين بيسعى للتعاقد مع مدافع انتر. النادي العين لو خلص المدافع نادي انتر فهو مش هيجيب رامي ربيعه، لو ما خلصوش فهو هيتعاقد مع رامي ربيعه وينتقل ليهم. اتمنى والله العظيم ان صفقه رامي ربيعه دي تخلص النادي العين لاي نادي، بس المهم ان احنا ما نشوفوش فتره تانية مع النادي الاهلي اصلا. مش عايزين، كفايه على كده يا كابتن رامي ربيعه وطريق سكه السلامه بقى. مش عارف انا اداره النادي الاهلي متمسكه بيه ليه؟ اللاعب مش اللي هو توب فور، ومش اللي هو انت تتمسك بيه ولا الكلام ده كله. فعلامات استفهام كتير بصراحه، تمام. الخبر الخامس معانا صفقه عمر فايق وانتقاله للنادي الاهلي. جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة التركي رفض وجود عمر فايق في الفريق بداية الموسم الجديد، تمام. اللاعب استدعوه خلال يومين امبارح باين، استدعوه ان هو يسافر تركيا خلال الساعات الجايه، تمام. هو اللاعب هيسافر وهيسافر مع بعض ناس مسؤولين من النادي الاهلي لتخلص تعاقده مع النادي الاهلي ان شاء الله.